انا عن نفسي مكسوفالك. دي المرة ال5000 اللي تحطي نفس الاهداف وما تعرفيش تشتغلي عليها. تعالي بقى هاتيلي اهدافك والنوت بوك بتاعتك وتعالي لي هقولك انا من وجهة نظري كلايف كوتشنج ازاي تشتغلي على اهدافك. بصي يا ستي الكل، انت دلوقتي باقي 3 شهور من السنة، تستغليهم ولا نقعد نتلعبن ونقول مع بداية السنة انا هبدأ جد، ولا بتبدأي ولا بتنيلي؟ فتعالي بقى معايا عشان نشوف احنا هنعمل ايه. اول حاجة، اختاري حوالي مثلا 3 اهداف، لكل شهر هدف. تمام؟ اختاري ال3 اهداف واكتبيهم، اهداف واقعية ابوس رجلك، عشان حاجز الثقة بينك وبين نفسك هو متشحور لوحده، فمش عايزين نشحوره اكتر من كده. فمحتاجين 3 اهداف واقعيين اكتبيهم. استخدموا الورقة والقلم، عشان خاطر ربنا استخدموا الورقة والقلم. كتبنا ال3 اهداف بتوعنا، بعد كده تمسكي ال3 اهداف دول. ال3 اهداف دول انا ايه السبب اللي مخلانيش حققتهم؟ هل هو سبب حاجة حصلت غصب عني، حاجة حصلت بإرادتي، كسل مني، اهدافي اتغيرت؟ ببدأ ان انا اكتب. بعد كده بقسم ال3 اهداف على ال3 شهور، وببدأ اشتغل. اقسم الهدف اللي هو بتاع الشهر الواحد على ال4 اسابيع، والاسبوع الواحد بقسمه على ال7 ايام. يعني الجول بتاع الاسبوع الواحد، الهدف بتاع الاسبوع الواحد، لو مثلا انا في الاسبوع المفروض اقرا 50 صفحة من كتاب، ده الهدف بتاعي. فانا هقسم ال50 صفحة دول على ال7 ايام. كل يوم مثلا هقرا 10 صفحات، 5 صفحات، 7 صفحات، زي ما هيكون. وهكذا بقى على الاهداف التانية. هتشتغلي كده، هتلتزمي، هتكوني قد كلمتك، هتضغطي على نفسك. مش هنعتمد على نفسيتنا، مش هنعتمد على شغفنا، مش هنعتمد على حاجة. احنا هنعتمد ان احنا في سن السعي، والمفروض نسعى. مش المفروض نقعد مبلطين بنشوف حياة الناس على السوشيال ميديا. فسيبك من حموكشة، وسيبك من عبد السيد اللي انتي متابعاهم على السوشيال ميديا وبتكرش عليهم. وابوس رجلك، قومي انجدي نفسك، عشان حياتك بتضيع يا فندم وانتي في عز شبابك.